كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة اقتراب شهر رمضان. في سؤال متكرر أول الأيام دي الأمهات المرضعات بيسألوا إحنا هنصوم ولا مش هينفع نصوم؟ فأنا هجاوبكم على السؤال ده وحاولوا تركزوا معايا لأن الإجابة بتختلف من أم للتانية. خلاص. طبعا أنا مش شيخ عشان خاطر أقول لك صومي أو مش تصومي، ولكن لو رحت للشيخ هيقول لك اسألي الدكتور، هو أدرى بحالتك الصحية وأدرى بحالة الطفل. فإحنا هنا أهل العلم. في قاعدة في الإسلام بتقول لا ضرر ولا ضرار، فما ينفعش إن أنا أذي الطفل. طيب، هل هنصوم ولا مش هنصوم؟ دي بتختلف على حسب ايه؟ حسب صحة الام، حسب عمر الطفل، حسب بيرضع طبيعي بس ولا صناعي كمان. فركزي معايا كده عشان خاطر اقول لك هتعملي ايه. طيب انا عندي كذا اختيار. اولا لو الطفل اقل من 6 شهور وبيرضع طبيعي فقط، هنا الافضل ان الام دي ما تصومش. ليه؟ لان الطفل معتمد اعتماد كلي على اللبن، فلو الام صامت في الاغلب اللبن هيتاثر ويبدا الطفل كمان صحته العامه تتاثر ونموه يتاثر. طب لو كان الطفل اكبر من 6 شهور وبدا ياكل، هنا بقى الام ممكن تجرب ان هي تصوم، ولكن تلتزم بالتعليمات اللي هقولها كمان شويه عشان خاطر نشوف اللبن هيقل ولا مش هيقل، مع متابعه حاله الطفل. هل البول قل؟ هل الطفل بيعيط اكتر؟ هل وزنه بدا يقل؟ ودي مرحله متاخره المفروض ما نوصلهاش. طيب لو الطفل اكبر من سنه، هنا مفيش مشكله ان الام تصوم لان غالبا الطفل بيكون بياكل كويس بعد سنه. خلاص. طيب لو الطفل بيرضع طبيعي وصناعي، هنا برضو مفيش مشكله، ممكن الام تجرب تصوم وتخلي الرضاعه الطبيعيه بالليل والصناعي مثلا بالنهار لو اللبن قليل. في حاجه كمان، الام لو لبنها كتير بالليل مفيش مشكله ان هي يعني تشفطه وتخزنه وترضعه للطفل طول النهار. طيب اياك ان انت تروحي ترضعي صناعي عشان تصومي، لا كده غلط وكده ضرر كبير للطفل. فبالتالي مفيش حاجه اسمها هرضعه صناعي عشان اصوم، لا، الطفل الصح ليه ان هو يرضع طبيعي وانت تقضيه في ايام تانية وربنا مديكي رخصه ومفيش مشكله. طيب ايه التعليمات اللي لازم اعملها علشان خاطر احافظ على ان اللبن يفضل كويس؟ اول حاجه لازم الام تتسحر كويس وتتسحر في وقت متاخر. مفيش حاجه اسمها اكل الساعه 11 12 وانام على كده، لا، لازم تتسحري كويس جدا، تشربي سوائل كتير، تاكلي اكل فيه بروتينات حتى لو بروتينات نباتيه زي الفول وكده، حاجات فيها منتجات البان وكالسيوم. فلازم تتسحري كويس وتاخري السحور على قد ما تقدري. الفطار بتاعك لازم يكون وجبه متكامله فيها نشويات وفيها بروتينات عاليه الطاقه زي اللحوم والسمك والحاجات دي، وفي منتجات البان فيها وفاكهه وخضار وكلام من ده. يفضل كمان لازم يبقى في وجبه ثالثه ما بين السحور والفطار بالليل مثلا بعد التراويح كده، وتكون فيها فواكه، فيها مكسرات من غير ملح عشان خاطر ما الملح هيخليكي تعطشي. طيب لازم كميه سوائل كتيره جدا، عصاير طبيعيه، ولازم نقسمها على مدار الوقت. يعني مش هنشرب كميه كبيره جدا في وقت واحد، لا، يعني كل ساعه مثلا كوبايه عصير، مش عارف، ميه، كلام من ده. خلاص. وفيها فاكهه برضو ممكن يكون جواها ميه. طيب لازم نبعد عن شويه حاجات، الحوادق والملح، الحاجات دي هتخليكي تعطشي جامد جدا، ولو نزلت حوادق في اللبن هتكره الطفل في اللبن. بلاش سكريات وحلويات كتير برضو هتعطشي. الحاجات اللي فيها شاي وكافيين والمنبهات دي كلها مضره بالبول. يعني ايه مضره بالبول؟ يعني هتخليكي تعملي حمام كتير وبالتالي هتعطشي. طيب وزي ما قلت قبل كده لو لبنك بيزيد قوي وقت الفطار ممكن تخزنيه، يعني ممكن تشفطيه وتعينيه للطفل في الثلاجه وتديهوله طول النهار. لازم تاخدي الفيتامينات بتاعتك كويس، اللي هو فيتامين د والحديد اللي احنا ماشيين عليه من ساعه ما ولدتي وقبل ما تولدي ووقت الصيام بالذات. حاولي تقللي مجهودك على قد ما تقدري وابعدي عن الاماكن اللي فيها حر لو انت في مكان فيه حر عشان ما تعرقيش كتير وتفقدي ميه وسوائل كتير. خلاص. طيب اعرف ازاي ان الطفل يعني اتاثر من الصيام، يعني ان اللبن قل؟ هعرف ازاي؟ اول حاجه ان انت تتابعي كميه البول اللي الطفل بيعملها. انت عارفه ابنك بيعمل حمام مثلا او بتغيري له البامبرز كام مره في اليوم، فهتلاقي الكميه بدات تقل. كذلك البراز برضه هيبدا يقل. هتلاقي الطفل بدأ يعيط كتير عن العادي، بكاء الجوع. خلاص. اخر علامه ان الطفل وزنه يقل، ودي علامه سيئه ما ينفعش ان احنا نوصل لها اصلا. يعني مش هستنى لما الطفل نموه يتاثر ووزنه يبدا يقل. فبالتالي حاولي تلتزمي بالكلام اللي قلته لحضرتك ده. مفيش مشكله لو انت مش قادره ان انت تفطري، ربنا مديكي رخصه ونعوضها في ايام تانية، ولكن صحه الطفل لا قدر الله لو اتاثرت مش هتقدري تعوضيها تاني. خلاص. وكل عام وانتم بخير، وما تنسوش تدعوا لنا بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.